السلام عليكم غالياتي، وش راكم؟ ان شاء الله راكم ملاح. ان شاء الله هاد لا فيديو يطلع لكم يلقاكم كامل مهنيين وبصحة جيدة يا رب. لا فيديو تاع اليوم راح نشارك معكم طبق مع المشاوي. يعني واش نقول لكم، كيما يقولوا الصوره على كيفكم. كيما راكم تشوفوا يا الغاليات، الفيديو تاع اليوم راح يكون متنوع من الوصفات. راح يكون فيه وصفه تاع خبز الطاطوس، راح يكون شاورما على طريقه مختلفه، راح نديروا زوج انواع تاع السلطات، راح نديروا صلصه توميه، ونديروا شيش طاووق كباب، وراح نديروا هذاك الخبز تاع الطاطوس بطريقه مختلفه تاني. وبيان سور راكم تعرفوا يعني كي تروحوا يعني المطاعم السوريه، يعني هاد البلا راح يكون من 500 حتى ل 600 ولا اكثر، يعني سا ديبون حسب واش راح يكون فيه. بيان سور علاش لا نديروه في البيت، يعني حاجه مقيقيه، حاجه على بالك واش طيبتي، واش راكي توكلي في ولادك ولا الزوج ديالك. بيان سور حنا ما نطولش عليكم لانه الفيديو راح يكون متنوع بالوصفات وراح يكون شويه طويل. دونك نرحب كل وحده راهي جديده في القناه، نقول لك يا الغاليه شرفتي ونورتي القناه. وبيان سور الاوفياء ديالي نحبكم ونموت عليكم، وبلا ما ننسى لكل وحده راهي تشوف لا فيديو مازال ما اشتركتش في القناه، نقول لك يا الغاليه اشتركي في القناه وفعلي زر الاشتراك هكذا يلحقك كل ما هو جديد. وما تنسونيش بالجميع الغاليات، هذا الفيديو كان متعب دونك يستاهل 1000 جام. يلا انا اول حاجه راح نبدا بها هو خبز الطاطوس. واش عندي 4 كيسان تاع فرينه، ملعقه صغيره تاع خميره الخبز، ملعقه صغيره تاع الملح، حوالي 2 ملاعق كبار صغار تاع الخل، راح ندير تاني ملعقه صغيره تاع لا ريفير شيميك كما راكم تشوفوا. وانا هنايا كنت درت مزيج بين الحليب والماء ودفيتهم فوق النار، يعني ما درتهمش وهما باردين كما راكم تشوفوا، وبديت نلم في لاباط ديالي. هاد الكميه تاع 4 كيسان فرينه، شتو الكاس اللي كيلت به يخرج لكم 14 حبه تاع خبز الطاطوس، يعني يكون الحجم ديالها ماشي كبير، يعني يكون متوسط. نلايم لاباط ديالي كيما راكم تشوفوا تدريجيا حتى تلايم معايا. راني كل مره ندير لكم نوع من الخبز الطاطوس، يعني كل مره راني ديجا دايره في القناه عده وصفات اللي حبيت تشوفهم يعني بطرق مختلفه. هنايا حطيت لاباط ديالي فوق البلون دو طرافاي وبديت نعجن فيها حوالي دقيقه ولا دقيقتين بلا ما نحي هذا العجين من يدي، حيت نحى لاباط حتولي شابه. يعني بهذه الطريقه نعجنها حوالي دقيقه ولا دقيقتين كما راكم تشوفوا، راح تشوفوها يعني القوام ديالها يولي شباب. هنايا جبت سنيوه درت لها شويه تاع فرينه وبديت نقسم يعني اللوز في الخبيزات ديالي بهذه الطريقه، نديرهم حجم يعني يكون متوسط كيما نديرو المسمن ولا كيما تعرفوا خبز الطاطوس يعني يتفتح رقيق. ندير هنا شويه فرينه من الفوق ونخليهم يريحوا 45 دقيقه. بعد ما ريحت لاباط ديالي جيت لهنا بديت نفتح فيهم، ندير شويه فرينه في البلون دو طرافاي وشويه على لاباط ونبدا نفتح ونقلب هكذا حتى تحصل على الشكل الدائري، وحتى نشوف يعني البلون دو طرافاي راهو يبان هكذا يجي خبز الطاطوس. كما تعرفوا ديروه في الدار صح، هو يتعب ويشد الوقت. مي البنات روحوا تشروه في السوبيرات يعني تلقاوه 45,000، يعني رخيص كامل راهو 45,000. علاش ما نخدموش كميه كبيره في الدار ونحطوها في الكونجيلاتور وتجبدوا يعني الوقت اللي حبيتو. شوفوا البنات لاستيس هنا اللي حنمدها لكم باش الخبز تاني يجي الله انكم وجه واحد تاع لاباط يعني تاع الخبزه تاع الطاطوس ندهنوها بالماء كيما راكم تشوفوني حاطه كاس تاع ماء وبانسو نجوز على الوجه ونبدا نطيب فيهم، يعني راح تلقاو الاختلاف يعني ملحوظ كيما راكم تشوفوا. وبيان سور كما تعرفوا خبز الطاطوس نقلب وكل دقيقه نقلب فيه حتى نشوف دار هذاك المبابل. وبيان سور جهه ندير هذيك لا دور يكون محمره وجهه نخليها بيضه كما راكم تشوفوا يا الغاليات. نكمل نطيب الطاطوس ديالي كامل بهذه الطريقه، يعني ما كاش اسهل من هذه الوصفه، راهم وصفات ديالو سهلين كما راكم تشوفوا. هنا بعد ما كملت بيان سور اللي طيب نديرها في ساشي ونغلق عليها، يكون كيس غذائي بيان سور، حاجه يعني مقيقيه. هنا شوفوا الكميه بعد ما كملتها
هنا راهم مازالهم سخونين. داروا لي 14 حبه تاع خبز التاكوس. شوفوا البنات ما يتكسر ما يصرالو والو. شوفوا يعني كرفستو حاشا نعمه ربي قدامكم ما يصرالو والو. تحتفظوا به في المجمد ولا لتحت درتو رايحين طيبوه. شوفوا هنايا بيان سور بعد ما نبداو الاطباق ديالنا حاجه الاولى اللي نبداو بها انه نمارينيو اي حاجه فيها دجاج ولا لحم. ولا عندي هنا كميه تاع لحم الشاورما. حندير عليه الملح لا موطاغ ملعقه صغيره. ندير عليه التوابل العكري. ندير عليه شويه تاع الكمون. شوفوا البنات هاد النوع من التوابل حتى تحبوا تشرو تابل تاع الشاورما وانتم فريتوها. ندير هنا شويه كركم شويه خل ونخلط كلش مع بعض. ودرت هنا شويه تاع السكنجبير. بيان سور البنات شوفوا انواع من هاد التوابل يعني كل وحده التابل اللي تحبوا ديروا. في الاخير ضفت كميه قليله من تابل الشاورما باش ما يتغلبش على الذوق. هنا عندي كميه تاع نصف صدر الدجاج درت له ملعقه تاع لا موطارد الملح الخل. هنايا ما حبيتش نكثر التوابل. ضفت عليه شويه تاع سكنجبير ونضيف عليه تاني الكركم. انيش حابه الذوق يتبدل. شويه تاع راس الحانوت فقط كيما راكم تشوفوا. نجي لهنا باش نحضر شيش كباب. اول مرحله في شيش كباب واش راح نضيف واش نحتاج. عندي نص حبه بصل كبيره. عندي راس فلفل. عندي نص راس حار. عندي زوج سنيات لا 3 تاع الثوم كيما راكم تشوفوا. نحطهم في الاشواغ ونميكسي كلش حتى نحس باللي هذا الخليط طلق الماء. وبيان سور راح نحتاجو كلتا يعني الوصفتين. هنايا واش راح ندير نجيب صفايه ونصفي الخليط ديالي. تقدروا تزيدوا الطوماط ايش تقدروا يعني واش حبيتوا. هنايا نضيف هذاك الخليط في صفايه ونحاول اني نقطر هذاك الخليط اني نتحصل على هذاك السوائل راح نحتاجوهم في الوصفه لانه هاد السوائل هما اللي حيمدوا لي واحد البنه مخالفه يا البنات. هنايا الخليط ديالي راني نبقى نعصر فيه حتى نتخلص من السوائل. نحط السوائل في جهه لاني راح نحتاجهم قلت لكم في عده وصفات وطرق. هنايا راح نجيب كميه تاع لا فيونداشي كيما راكم تشوفوا ونضيف عليه هذاك الخليط بهذه الطريقه. واش راح نزيد نضيف راح نضيف عليهم التوابل. واش راح نضيف حوالي 3 ملاعق كبار تاع الزيت. راح نضيف عليهم العكري. نضيف شويه تاع راس الحانوت شويه تاع الكركم. نضيف شويه تاع الكمون. راح نضيف رشه فقط تاع قرفه. وراح نضيف تاني سكنجبير اكيد يمد يعني بنه يعني مختلفه. وراح نضيف هنا عليهم الملح بيان سور طبيعه الحال نملحوا الماكله ديالنا ماشي معناتها نملحوها مي لازم الملح. وراح نزيد هنايا كميه تاع المعدنوس وحوالي ملعقه كبيره تاع لا شابلور. تقدروا تضيفوا في بلاصه لا شابلور ملعقه تاع فرينه. شوفوا البنات انا باش درت هذا الطبق يعني كنت كل مره نحتفظ بحاجه. يعني مره خليت صدر الدجاج الكميه تاع الفيونداشي خبيتها يعني هكذا باش يعني كل مره تنحي شويه باش دير يعني الطبق هكذا متنوع. نجو لهاد الصلصه واش راح نضيفوا عليها. نضيفوا ملعقه كبيره تاع الكيتشوب حوالي 2 ملاعق كبار تاع الزيت. راح نضيفوا الملح. راح نضيفوا هنايا البنات راح نضيف واحد المكون. هنا عندي هذه الدرسه بعتوها لي البنات مخدومه ما حبيتش نكثر خفت يعني تكون حاره. ضفت شويه تاع طماطم مصبره حوالي ربع ملعقه صغيره وشويه تاع العكري. ونخلط هذاك المزيج مليح كيما يحب الخاطر ونحطه في جهه لاني حنستعملو بزاف. نجي لهنايا الوصفه تاع البرغل كنت درتو عده مرات معاكم ولكن قلت نعاودو باش هكذا ما نبقاش نقول لكم روحوا الفيديو ولا شوفوا في صندوق الوصف. عندي هنا في طنجره ندير شويه تاع الزيت. عندي حوالي نصف حبه بصل قطعتها هكذا كيما راكم تشوفوا صغير. نقليها كل حاجه نخليها تقلى يعني الماكله ديالنا باللحم ولا بلا لحم تجي بنينه منين متقليه على نار هاديه وفي عقلها ونقليها بالطبع والشان. هنا زدت حوالي راس تاع فلفل مزيج بين احمر
والاخضر كما راكم تشوفوا. زدت هنا ملعقه صغيره تاع طماطم مصبره، زدت هنا حبه تاع طماطم تاع الحب يعني قطعتها هكذا دي مخصوص. زدت هنا التوابل، درت شويه تاع الكركم، درت شويه تاع العكري، ودرت شويه تاع الكمون يعني ما كترتش هذا ما كان، والملح بطبيعه الحال. ونكمل يعني نقلي هاد المكونين شويه حتى نشوف هذيك الطماطم المصبره يعني تقلات وكلش. في هذا الوقت كنت غسلت كميه حوالي كاس تاع البرغل، غسلته وقطرته كما راكم تشوفوا. راح نضيفه مع هذا الخليط كما راكم تشوفوا، ونحاول نقليه بهذا الشكل. يعني رانا ناكلوه يعني في المطاعم، كل المطاعم كيفاش يديروا، ولكن الوصفه الاصليه بهذه الطريقه. انا هنا حنطيبو كيما الرز البنات، كاس تاع البرغل، 2 كيسان تاع الماء، نحرك تحريكه خفيفه ونغطي الطنجره ديالي وننقص للفرن ونخليه يطيب. شوفوا البنات بعد ما يعني شرب لي كامل السوائل، شوفوا كيفاش يجي طايب على حبه ومزربع. الله الله، يعني هو يطيب كيما الرز. ولكن هذه هي الوصفه الاصليه. كاين مطاعم انا اشك وقت ما ناكل في مطعم نحس بلي البنه مغيره. نحضروا الصلصه الثوميه. واش نحتاج؟ عندي كاس تاع الماء، ملعقه تاع مايزينا، نحركه بيان ونحطها فوق النار حتى تعقد. من بعد هنا نجي نفرغها في كاش ريسيبيون، ولا انا درت كميه قليله نفرغها هنايا ونغطيها بساشي ولا في الاليمونتير، المهم يكون يلامس سطح الكريمه بهذه الطريقه، ونخليها تبرد. بعد ما تبرد واش راح نضيف هنا؟ ضفت حوالي 4 تاع الكاس تاع الزيت، درت الملح بطبيعه الحال، نحن ندير سنينه تاع الثوم، وراح نضيف لها ملعقه تاع الياغورت ناتور. البنات هذه الصلصه راهي صحيه يعني نوعا ما. هذه هي الصلصه اللي تخلينا انه ما ناكل المشاوي وهذه الاطباق يعني ما نتدهموش. يعني هذه الصلصه منعشه كما تشوفوا، هما يستعملوها في الشاورما، يستعملوها في عده وصفات. هنايا نجيب باش نحضر السلطات عفوا. عندي هنايا اول سلطه، عندي كميه تاع بسباس وكميه تاع الجزر كنت كرفشتو، وندير كميه من هاد الصلصه الثوميه ونخلط كلش مع بعض. هاد السلطه تاني منعشه وبزاف بنينه، كنت كليتها ديجا في مطعم يعني عجبتني، جربتها كيما راكم تشوفوا. والسلطه الثانيه وباش عندي في ريسيبيون نحط كميه تاع سلطه يعني ورق خس عادي، ونزيد عليها البصل اللي يكون هذاك البصل الطويل قطعته صغير، عندي حبه تاع طماطم، عندي كميه تاع زيتون يكون اخضر، وعندي كميه تاع خبز طاطوس اللي كنت قليته، ولا خبز شاورما قطعته دي مورسو قليته، وعندي كميه تاع الرمان. هنا نضيف الزيت وشويه خل وشويه ملح، ونضيف الفلفل الاسود اللي يحب. هنايا البنات هاد الوصفه يعني يدولها هما دبس الرمان، ولكن تديروا الرمان يعني فريش، يعني راح يمد تاني بنه. يعني هاد السلطه ما تقدروش تصوروا في الدار شحال عجبتهم، جات بزاف بنينه كما راكم تشوفوا. هنا في الاخر زينتها بشويه تاع خبز اللي كنت قليته وشويه تاع رمان كما راكم تشوفوا. يعني جات من اروع الوصفات اللي كنت جربتهم وكليتهم. هنا جيت نشكل الكباب ديالي. هنايا في الاعواد الشواء بديت نحكم كميه تاع الكباب ونبدا نشكل فيها بهذه الطريقه، وندير توجور يدي في الماء. علاش قلت لكم يعني من الاحسن انكم كل حاجه تمارينيوها من قبل باش يعني تتشبع من هذوك لي زيبيس، التتبيله وكل حاجه تجي بنينه. دونك انا علاش ما حبيتش يعني نخلط لكم في لي فيديو دوك كل حاجه مارينيتها هي الاولى، من بعد بديت نشكل فيها كيما راكم تشوفوا. بديت ندير هكذا في اعواد الشواء في بابي كويسون، راح نديرهم في الفرن يا البنات، ما حاش نديرو فوق الشوايه يعني يجاو بزاف بنان كيما راكم تشوفوا. هنايا تاني هذا الصدر تاع الدجاج بديت يعني نعمر فيه. هنا في اعواد شواء تاني تحبوا ديروا فلفل، ديروا بصل، طماطم، انا يعني درتهم هكذا سام كيما راكم تشوفوا.
يعني كما قلت لكم يعني كل مره تخلوا كميه وانتم ما درتوا. يعني انا بهذه الطريقه باش قدرت ندير يعني طبق هذا، وهذا الطبق يعني ياكلوا فيه حتى ل6 اشخاص. يعني احنا رانا يعني حنايا كلينا يعني في 5 اشخاص. هنايا جيت لهذه الشاورما درت شويه تاع زيت في مقله وبديت نطيب فيها، نخليها يعني حتى تحمر الله الله وتتقلى. هنايا درت شيش كباب خرجته وجوزت عليه هردا بالبانسو هذيك الصلصه اللي كنت درتها، وعاود رجعتهم يطيبوا. هنايا راح نديرو مع بعض تاني هذا الخبز يجي في الفرن. هذا الخبز تاع التاكوس حكمت 2 خبزات وقسمتهم بهذه الطريقه، يعني مثلثات على 2، من بعد كل نصفين نقسمهم هردا على 3، نحطهم ونجيب هذه الصلصه اللي كنت خدمتها ونجوز عليهم كامل مسحه من الفوق يعني بالبانسو هردا. بهذه الطريقه راح يمد واحد البنه رائعه، خاصه كي تاكلوا به المشاوي بهذه الطريقه بهذا الشكل، وندخلهم للفرن. يعني تجيب واحد القرمشه رائعه. نجي هنا باش نحضر الشاورما ديالي. نجيب هنايا خبزه تاع التاكوز ونجوز عليها كامل بهذيك الصلصه كيما راكم تشوفوا، وندير كميه تاع الشاورما اللي بعد ما طابت بهذا الشكل، وندير كيما ندير لي تاكوز ولا لي شاورما ديالي. يعني راح تمد هذيك الصلصه واحد التحميره وواحد البنه للخبز ديالنا، يعني وحده يعني بنه مخالفه. شوفوا البنات، نزيد هنا ندير خبزه ثانيه ودرتهم يعني ماشي من جهه يعني المقلاه اللي فيها الخطوط، يعني المقله عاديه تقدروا ديروا فيها جوست هذاك لاصوص تكون في الخبز تمد التحميره روعه بهذا الشكل. اكيد الصلصه اللي بقات لي في الطبسي زدت درتها هردا لانه البنه كامل راهي فيها كيما راكم تشوفوا. نخليهم حتى يدوا ديك التحميره ونقلبهم كيما ندير مع لي تاكوس ولا لي شاورما ديالنا بهذه الطريقه. يعني درت 2، يعني ايماجينيو البنات ديروا هردا كميات صغار يعني وياكلوا منهم عده اشخاص، يعني راهو طبق كيما يقولوا يحمر الوجه. كيما راكم تشوفوا هنا خليت لي طاطوس ديالي ولا الشاورما ديالي حتى يحمروا كامل، من بعد نحيهم. اما بعد ما كملت هادو شوفوا هنايا راح نجي نقسمها معكم باش تشوفوا يعني الطاطوس ديالنا يعني ما جاش يعني خشين ولا جا رقيق، يعني جاء روعه بنتو بنه. شوفوا يعني جا ما شاء الله شهيتكم في الجنه يا الغاليات. واخر حاجه البنات اني درت الشيش طاووق ديالنا ولا صدر الدجاج، يعني درته هو اخر حاجه. كما تعرفوا ينتكل يعني سخون بهذه الطريقه، وكانت بقات لي يعني كميه تاع فيونداشي تاني شويتها بهذه الطريقه. شوفوا هنايا البنات بديت يعني نزين في الطبق. انا عندي هاد البلا سنيوه كبيره دونك درت فيها، حطيت شاورما ديالي، حطيت هذيك السلطه اللي كنت درتها، الانواع تاع السلطه، الصلصه الثوميه، جبت هذاك الخبز بعد ما تحمر لي الله الله تجيب واحد القرمشه من اروع ما يكون، يعني بنتو بنه. حطيته هردا في الكوتي وحطيت فوقه شيش كباب ديالي بهذه الطريقه بهذا الشكل. وراح نزيد نحط هنايا نصف خبز تاع الطاطوس باش نحط عليه الشيش طاووق ديالي بهذه الطريقه. حبيت يعني نوقفه بهذا الشكل، يعني كل وحده تزين الاطباق ديالها بهذه الطريقه. وحطيت هذاك اللي فخيت بيان سو، حطيت المخلل يعني تاع الزيتون كان مرقد في البيت هذاك، حطيت السلطه تاع البسباس والجزر، وحطيت هذاك الكميه تاع لا فيونداشي اللي قلت لكم شويتها فوق الطاجين. وشعلت هنايا الفحم اللي يمد لي بنا الاطباق ديالنا، ريحه المشاوي ريحه الشوار، يعني الله الله كما راكم تشوفوا يا الغاليات. هذا هو لا فيديو ديالنا نهار اليوم، كانوا اطباق متنوعه. على بالي لا فيديو جا طويل ولكن ما حبيتش يعني كل مره نحط لكم وصفه وحدها، يعني هذا الطبق يعني تحبوا يعني مرة على مرة الواحد يزهي روحه في البيت انه يدير طبق كيما هذا، تفرحي الوليدات، تفرحي الزوج ديالك ولا الضيوف ديالك بهذا الشكل، يعني جاء في القمة. واكيد دايما نركزوا على البنة، البنة هي الصح.
كما راكم تشوفوا يا الغاليات قولوا لي هذا الفيديو ما يستاهلش جام. هيا جمجموا لي يا الغاليات هكذا باش لا فيديو يلحق عدد كبير من المشاهدين، ويعني التعب ديالي ما يروحش باطل، لانه هذا لا فيديو قد ما جا طويل وقد ما عيد في المونتاج ديالو يعني يستاهل لي جم ديالكم. وايماجينيو يا البنات وجدت هنا لا بلا ديالي الله زينتو مع الاخر نسيت باللي ما حطيتش البرغل حتى دقيقه الاخرى هنايا باش حطيته يعني، وعاود صورت لكم قلت لكم يعني مع التصوير يا البنات قد ما يعني الواحد يجري وقليل. هذا هو لا فيديو ديالنا كما راكم تشوفوا البرغل الله الانواع تاع السلطات الشاورما، يعني كل حاجه جات من اروع ما يكون. نتمنى الفيديو تاع اليوم يكون عجبكم ونكون خفيفه عليكم، وانا نقول لكم شاهدكم في الجنه يا الغاليات. انا في الاخير ما عليا نقول لكم نتلاقاو في وصفات جدد ان شاء الله وفيديوهات جدد. دمتم في رعايه الله وحفظه. سلام.